السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. وإن شاء الله النهاردة هنرد على سؤال مهم جدا. سؤال أحد المتابعين على صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة أحمد أبو هجرة محب الحمام. بنرد على أي سؤال. بيقول لك عندي مزرعة حمام. تمام. عندي مزرعة، هو عنده مزرعة، اشترى مزرعة وفيها برج، يعني هو مشتريها فيها برج اللي هو برج الحمام يا جماعة. تمام. أيوة اللي هيظهر قدامك ده. تمام. فبيقول لي عاوز أعمل فيها مكان وأربي حمام ويبقى عندي إنتاجية. طيب، خلينا متفقين ان ابراج الحمام هي 3 اسطمبات او انواع الاواديس 3. لكن اللي هو عنده ده انا واثق ان هي اللي هي الحاجه المعتاده، اللي هو اصغر مقاس في الفخار. تمام كده. اصغر مقاس في الفخار ما ينفعش فيه غير 3 انواع، مفهومش رابع. 3 انواع مفهومش رابع. طبعا نمره واحد في المقام الاول هو الحمام البري او الحمام الجبلي، الحمام البري او الحمام الجبلي. تمام. لان ده حجمه صغير وبيعرف يتعايش مع الطبيعه وبيتحمل الحر والسقعه وكل حاجه. تاني شيء الحمام البلدي. تمام كده. تالت شيء شويه زواجل شعبي بقى، يعني انت ممكن تشكلها. تشوف لك اي حد عنده شويه زغاليل بري، هاتهم حطهم جوه البرج. تمام. عشان البرج ده مفرغ من جوه، ياكلوا ويشربوا، وبعد كده اول ما يقدروا يعتمدوا على نفسهم هم هيطلعوا وهيخرجوا. تمام كده. او تشوف لك حد عنده 20 30 جوز بلدي، وبرضه خدهم اطلقهم في البرج. ونفس الموضوع الزاجل. تمام كده. هات لك برضه 20 جوز 15 جوز زاجل، وبرضه زغاليل، ها اهم شيء يكون زغاليل، وارميهم في البرج. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هو الحمام هيجيب حمام. يعني ايه؟ انت ربيت في برج وبقى الحمام يطلع وبياكل من خير الارض، وانت بتحاول تحط لهم اكل جوه. طبعا انت في مزرعه، يعني جنبك اراضي زراعيه، فكده كده هو هيطلع ياكل من الحصاد بتاع الفلاحين. تمام. حرمانيته الشرعيه ايه بقى؟ مش بتاعتي انا مش بتكلم بحرمانيه شرعيه. تمام. طيب انت تعمل ايه؟ جبت لك 20 30 جوز رميتهم في البرج زغاليل، هم بقى هيلموا لك حمام كتير جدا بري اللي هو مش ملك حد موجود في الجبل. تمام. اما يلاقي مكان يستخبى فيه هيجي يقعد، وهو ده بس اللي ينفع في البرج، اللي هو البرج الابيض ده، هو ده بس اللي ينفع فيه. وتذبح وتاكل منه وتبيع زغاليل.